الناس اللي بتقدم على شغل في الامارات وبتقدم على مواقع الشغل ترفع السي في بتاعها ومحدش بيتصل بيها او غالبا بيجيلهم رد بالرفض، ده بسبب ان السي في بتاعك ما بيعديش نظام الفلترة علشان يوصل للاتش ار فيكلموك اللي اسمه اي تي اس. فنعمل ايه علشان نعدي او السي في بتاعنا يعدي نظام الاي تي اس؟ اول حاجة لو عندك صورة في السي في بتشيل الصورة لان النظام بيقراها على انها فيروس. تاني حاجة لو عندك لينك زي لينكد ان او اي لينك كاتبه في السي في تشيل اللينك. تالت حاجة تتأكد ان السي في بتاعك مش صورة ومتحولة بي دي اف، يعني لازما يبقى وورد ومتحول بي دي اف، يعني ما يبقاش صورة. رابع حاجة، ودي مقالة برضو نازلة على لينكد ان، يعني هبقى احط لكم صورتها في اخر الفيديو، ان انت لازم تاخد كلمات من الوصف بتاع الوظيفة وتحطه في السي في بتاعك، تمام؟ علشان يشوف النظام ده بيشوف الوظيفة اللي هم عايزينها او الوصف اللي هم منزلينه للوظيفة، لو في كلمات متشابهة كتير في السي في بيروح معديه للاتش ار. واللي بيساعدك على كده في اكستنشن بتضاف لجوجل او برنامج بتقدر تضيفه على المتصفح بتاعك لو بتقدم من على كمبيوتر او من على لابتوب، هكتب لك اسمه دلوقتي، تمام؟ ده بالنسبه لو انت بترفع السي في على موقع شركه او مثلا حطه على لينكد ان وبتعمل ابلاي او بتقدم بيه. انما لو هتبعت السي في لشركه على الايميل ممكن تسيب صورتك عادي، انما برضو احذف اي لينكات. اهم حاجه انك تكتب اسم الوظيفه في السي في من فوق، يعني مثلا لو بتقدم سي في سيلز تكتب سيلز شرطة احمد او كاستمر سيرفيس شرطة احمد مثلا، علشان الراجل اللي بيشوف السيفيهات ده هو بيوظف لكذا حاجة تاني، فلما بيحب يعني يوظف للكاستمر سيرفيس بيبحث بكاستمر سيرفيس او ايا كان المسمى اللي هو كاتبه في البوست بتاع الوظيفة، يبقى بنسمي السي في. اهم حاجه نكتب في الايميل اللي هنبعته كفر ليتر، ما نكتبش مثلا ان انت بص على السي في بتاعي بس، كفر ليتر محترم. في مواقع بتساعد في قصه الكفر ليتر دي، هكتب لكم برضو اسمها دلوقتي. وعامه الكفر ليتر ده بيبقى شويه سطور بتكتبها عن نفسك بحيث ان اللي يقراها يعرف ايه مميزاتك وايه اللي ممكن يخليه يقبلك في وظيفه زي دي او يخليه يكلمك او يبص حتى على السي في بتاعك، تمام؟ حاول السي في ما يبقاش طويل قوي، يعني صفحه او صفحتين اقصى حاجه، اكتر من كده بيكون صعب. بالنسبة للناس بقى اللي بتقدم عن طريق الموبايل، حاول تنزل برنامج وورد على الموبايل بتاعك عشان تبقى تعدل في السي في قبل ما تبعته، لان برضو المقالة اللي على اللينك دي ان كانت بتقول الكلام ده، ان انت المفروض كل وظيفة بتغير لها السي في على حسب الوصف بتاعها. لو مش هينفع اعمل سي فيهين، واحد بصورة وواحد من غير صورة، عشان ترفع واحد على موقع الشركات وواحد تبعته بالايميلات.